ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في أكاديمية السعادة بحلوان. السعادة ممكن ناس كتيرة بتسأل عنها، هل السعادة موجودة؟ هل نقدر فعلا إن احنا نحقق السعادة في حياتنا؟ السعادة أكيد مش بس زي ما الناس بتفتكر إنها بالمال أو بالسلطة أو بالمناصب أو بالمسميات أو بالتعليقات الكتيرة أو بالمشاركات الكتيرة أو بالتسقيف ليك. السعادة ممكن أيوة تكون بالمال، بس إمتى بالمال؟ هل لما تطغى على أخوك؟ هل لما تتسلق على جهود الآخرين في العمل؟ هل لما تشوه صورة حد عشان أنت تكسب الفلوس وتيجي تقول ما الرزق بيحب الخفية؟ ولا السعادة في إنك تعرف أهمية البركة، الرضا والبركة. الرضا بإنك ترضى فعلا حتى بالقليل، ترضى بالقليل وبتنفق، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه. الحاجة اللي انت بتنفقها ما تبخلش على الغلبان، وبعد كده كمان ما تتريقش على الغلبان. ما تجيش تقول خد يلا مش عارف ايه، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يبقى عاوز السعادة يبقى تصدق، عاوز السعادة حس بالغلبان حتى وانت في أشد الظروف الصعبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في وقت صعب، في وقت فيه محنة زي الأوقات اللي احنا عايشينها دلوقتي. ما تقدرش تقول احنا مش عايشين، هي العيشة اللي احنا عايشينها دي عيشة، دي حاجة تقرف، دي دنيا تقرف. اكثر من الرضا، من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا السعادة بتيجي زي ما قلنا بالرضا، بتيجي بالصحبة الطيبة، الصحبة المناخ الطيب، المناخ الطيب. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الصاحب السوء اللي انت ممكن بتتمناه ما بتشوفه في الترند، او الشخص اللي بيكسب فلوس ومش عارف ايه بالكلام اللي هو الفاحش، او الكلام اللي هو التفاهه، او نشر اي حاجه مش حلوه فتقول يا ريتني كنت زيه. او تتمنى صاحبك اللي هو بتبقى زيه، اللي هو صاحبك اللي ممكن يكون بيرتشي، او صاحبك اللي بيقول لك تعالى معانا في السهره الفلانيه او في الحاجه الفلانيه اللي فيها حاجه غلط. لا، اعرف دايما ان الصديق اللي هو الايه